احنا عندنا قاعدة العرض على القرآن أستاذ الكريم، أي رواية تخالف القرآن الكريم نضرب بها عرض الجدار. هاي أولا. ثانيا التفسير هو يفترض أن يكون تفسير النبي صلى الله عليه وآله وليس أئمة سلام الله عليهم. التفسير الحقيقي هو من يفسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله. كلامك جدا جميل أخوي أبو صالح. نعم. والآن أستاذي هل يمكنك أن تعرض روايات البخاري على القرآن مثل ما أنا أعرض رواياتنا على القرآن؟ جاوبني وين كان صرخي؟ اعرض لنا روايات البخاري على القرآن. نعم أنا الآن تجاوزت ما تجاوزت؟ الآن ما تجاوزت أنا. لا احنا القاعدة هذه أبو صالح شوف. نعم. أنا بوصل معلومة لكل الشيعة ولكل المذاهب الأخرى. نعم. ولكل المذاهب الأخرى بوصل معلومة. قاعدة عرض الرواية على القرآن ليست عندنا نهائيا. وإذا أثبت لك بالدليل القرآني. واحدة نعم أستاذ عين جالوت. وإذا أنطيك دليل قرآني العرض على القرآن ما هو رأيك؟ من كتبنا؟ من القرآن. من كتبني أنا؟ لا أعطيك دليل العرض على القرآن من القرآن. أعطيك الدليل؟ عرض القرآن من القرآن؟ أي نعم. عرض الرواية من القرآن على القرآن؟ نعم. أنطيك؟ نعم. وما تنازعتم من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فأنت هذه آية قرآنية صريحة، عندما نتنازع على شيء فنرجع فيه إلى الله والرسول. أي سورة تفضل؟ موجودة بالقرآن. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. آية قرآنية صريحة. أي بمعنى بأي موضوع نتنازع أنا وياك، على حديث على رواية على موضوع نرجع به للقرآن. ممتاز. نعم. والآن بما أن أثبتنا أن الرجوع على القرآن أطالبك بعرض روايات البخاري على القرآن. اسمع يا طويل العمر، اسمع. لما نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، عفوا النحل، الآية 44 يقول بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. ما نزل إليهم. نعم. أبو عبد العزيز يا مرحبا. اسمعني الله يبارك فيك. الآن من هو الذي نزل عليه الذكر ليبين للناس؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول أن يبين ويفسر القرآن للأمة. فأين تفسير النبي في كتاب البخاري يا محترم؟ نعم. ومن أين لك القاعدة أن البخاري هو من يفسر القرآن الكريم؟ بدليل أن البخاري نقل فقط 40 آية قرآنية تفسير للنبي، وإن كان لم ينقل تفسير النبي فلماذا نقل فقط 40 آية؟ فأين البقية؟ أي بمعنى أنه كتب أنه نقل 1%، فأين البقية 99%؟ القرآن 6200 آية أستاذ العزيز. وهذا الدليل اللي أتيت به 40 آية معناته أن القرآن الكريم لازم يكون تفسيره من البخاري؟ هو بما أنه ناقل 40 آية فأين البقية؟ هل أتلفها البخاري؟ فهل أحرقها البخاري يا محترم؟ لماذا ينقل فقط 40 آية بينما القرآن 6200 آية؟ أول شيء يا أبو صالح، أبو صالح عليكم السلام ورحمة الله. أبو صالح، أول شيء البخاري ليس من يفسر القرآن البخاري. عارف ليش؟ لأن إحنا عندنا كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، تأليف أبو بكر جابر الجزائري. شوف أستاذ عين جالوت، أنا أسألك عن كتاب البخاري، أسألك عن كتاب البخاري لا غير البخاري يا محترم. بس اسمع. نعم. اسمع. لا غير السؤال، اسمعني بس. أولا خل أتكلم. أولا أنت ما جاوبتني. حبيبي
أستاذ العزيز، احنا جاي ننتقل من سؤال إلى سؤال. أولا عرض الروايات أثبتتها لك بالقرآن وأنت تتهرب. يا أخي اسمع الكتاب الله يبارك فيك. أي نعم، أنت تتهرب الآن. خلينا نسولف لله يا أخي، خلينا نسولف لله. أين بقية تفسير القرآن؟ 6200 آية محترم. لماذا ينقل فقط 40 آية البخاري؟ هل أتلفها أم أحرقها؟ هذا هروب منك.